دلوقتي انت عديت بمعظم بروجريشنز السكواتس، وجه الوقت ان انت تعمل البار بالباك سكواتس اللي هو احسن تمرين سكواتس. طبعا التكنيك بتاعه صعب جدا، فحاول تركز معايا عشان تعمله باصح طريقه من غير اي اصابات وتستفاد بيه اكتر استفاده. بتبدا ان انت تمسك البار بجريب اوسع من الشولدر بحوالي ايد واحده، بتشد عضلات الباك وبتشد الرومبويدز والباك لجوه على بعضه، وبعدين بتحط البار على يور ماسلز او ممكن تحطه فوق شويه على يور ترابيزيوس ماسلز. انا بفضل ان انا احطه تحت شويه، وبتبدا بالستارت بوزيشن العادي بتاع السكوات اللي هو الرجل بتكون تحت الهيبس اوسع منها بحوالي صباعين او ثلاثه. اهم حاجه في التمرين الستارت بوزيشن، ركز ان انا الكور بتاعي مشدود وعملت البريسنج عن طريق ان انا شديت كل الابدومين والباك ماسلز بتاعتي. ظهري بيفضل مفرود من اول العده لاخرها، بركز ان انا ببدأ العدة وركبتي مفرودة والهبس مفرودة. بنزل بالراحة وانا متحكم عن طريق ان انا اشد عضلات رجلي الامامية والخلفية والجلوتس. حافظ على ظهرك مفرود طول العدة، ورجلي بتفضل كلها فلات على الارض طول العدة. بوصل للان بوزيشن العادي بتاع اي سكوات، رجلي فلات على الارض وركبي معدية التوز بتاعتي. محافظ على ظهري مفرود والهبس والليجز كلهم مشدودين. طبعا بحافظ على الكور مشدود وبريست طول العدة وانا في الان بوزيشن. بشد عضلات الليجز والجلوتس عشان ارفع نفسي لفوق وانا برضو محافظ على الكور بريست وظهري مفرود زي ما هو. ده طبعا من اصعب التمارين، فلازم تصور نفسك وانت بتتمرن عشان تتأكد ان انت بتتمرن صح، ولازم تكون عديت بكل بروجريشنز السكواتس معانا. لو عايز تسأل عن اي تكنيك اسألنا على السبورت وهنرد عليك في اسرع وقت.